بناية في الدهاريز يا بعدي. شباب من نزوة اشتغلوا في هالبناية من قلبهم، اطلالة على الوادي والبحر والشقة ب34,000 والتشطيبات اسألهم بس. هذه هي البناية بتشطيبات راقية، بالم ريزيدنس، المواقف كثيرة، وهناك طبعا الأراضي هذا ما راح تكون فيها بنيان، هذا هو الخور والبحر هناك، المحلات والجامع حولك، وتعالوا أدخلكم أبصدمكم بالتشطيبات. الواجهة الأمامية واللي صورتها قبل شوي أنا الواجهة البحرية، وهذا المدخل الرئيسي يا حبيبي. إيش تشوف؟ إيش تشوف؟ أنت قاعد تشوف رخام عماني، أجود أنواع الرخام العماني. هذا الاستقبال، تعالوا بدخلكم للغرف. مصاعد من الرواد للمصاعد، من الأسانسير يا جماعة حتى الممرات واسعة، وأيضا الممرات كلها رخام عماني، وكل حاجة مضبط بموضوع الدفاع المدني فيما يخص الحرائق. أنا بوريكم الشقة بو 3 غرف، شوفوا ما شاء الله الدفاع المدني في كل مكان. هذه الشقة بو 3 غرف، الأبواب الراقية، الشقة كلها رخام عماني، النوافذ دبل جلاس شركة عمانية، وهذه الغرف الشقة 3 غرف. هذا أيضا شوفوا دورات المياه كلها رخام عماني. هذه الغرفة الثانية، وهني عندكم بعدين بنتكلم عن المطبخ، خلوه المطبخ بعدين بنسولف عنه. هذا أيضا دبل جلاس بالنسبة للبلكونة، وهذا الغرفة الرئيسية. وتعال شوف الإطلالة، تعال شوف الإطلالة يا حبيبي، أنت في الدهاريز على البحر، وهذا الخور والفعاليات الناس وهذا عندك المسجد واللي تباه كله حولك. شركة جبال نزوة هي اللي عاملة شغل المغاسل وشغل الكبتات وهذه الأمور، وبالنسبة للمطبخ ضمان 10 سنوات، وعاملين لك الشفاط وعاملين لك الأمور كلها يا سيدي، حاجة بروفيشنال. فكرة احنا في الدور الثاني مش في الرابع. وشوفوا عندك طبعا حاليا بس هذه اللوحة، شوف عندك الجو، شوف الفيو، شوف الفيو يا حبيبي. هذا الخور تطلع تتمشى، وتقريبا 200 متر انت في البحر. بس اوريكم ايضا الفينيشنج تبع المواد الصحية. عندك التواليت معلق، عندك ايضا اجود انواع المغاسل. الله عليكم يا جبال نزوة. هذه شقة ابو غرفتين وصالة. زي ما تقول لي محمد الإطلالة الثانية لا تكون بحلوة. هذا المطبخ اللي خبرناكم عنه نفس المطبخ اللي صورناه زين، والضمان. هني الإطلالة أيضا عندك، شوف المنظر. هني طبعا بيوت، وهذا البيوت طبعا قديمة حديثة خلاص بتروح. أيضا عندك السهل يبين عندك، والخور عندك، وهذا هو المدخل الرئيسي، بالإضافة لغرفتين. هذه الغرفة الأولى وهذه الغرفة الثانية مع دورة المياه. من الأخير يا جماعة الخير، الشقق تشطيب راقي 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 بمعنى الكلمة. غرفتين وصالة ب34,000، 3 غرف وصالة 38,000، والإسكان انسى موضوعه، على صاحب الشقة هو اللي بيخلص لك كل شيء. هذا الأرقام قالوا تعال شوف الشقق بنفسك. نصيحتي أنا في شقة أرضية غرفتين وصالة ب38,000، بس ايش يميزها؟ يميزها كأنه فيلا خاصة منعزلة. شوفوا هذاك هو المدخل، لا هذه فيلتك انت، هذا شقتك، مدخلك خاص مع الباركن، وعندك حوش خاص فيك. شوفوا وهذا انا حبيته، هذه حوش خاص فيك بغيت تسوي العاب لعيالك. وهذه الصالة اللي يميزها صالة اشكب بحمامها. هذا حمام اولا شيء للصالة كله رخام، وهذه عندك غرفة مع دورة المياه، وهذه عندك دورة مياه، والغرفة الرئيسية إطلالتها على الحوش.